بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عشنا في الفترة الماضية أحداث في أثيوبيا من هدم للمساجد وقتل للأرواح وربما اعتقال الشخصيات، وسمعنا نداء الإخوة والأخوات باستنجاد المسلمين بقدر استطاعتهم للإنكار على هذه الأحداث المؤسفة. ومن واجبنا كمسلمين ومن واجبنا كإريتريين رابطة الإسلام ورابطة الجوار تلزمنا أن نقول كلمة الحق في هذا الموضوع، ولا يجوز لنا أبدا ونحن على مقدرة أن نقول كلمة الحق ثم نسكت. إن بيوت الله تبارك وتعالى ومكانة المساجد في الإسلام لا يجهلها أحد، حتى الكافر يعرف قيمة المساجد ومكانتها في الإسلام. ولكن من باب التذكير فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نحب أن نذكر ها هنا أهمية المساجد ومكانتها في الإسلام. المساجد في الإسلام جعل الله لها مكانة عظمى ومكانة كبيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به هو أنه بنى مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. بل لو أننا رأينا في تاريخ هذه البشرية أول مسجد بني هو المسجد الحرام، وبناه أبونا آدم عليه السلام في أصح قولي العلماء. فآدم أمر ببناء المسجد الحرام، وهو الذي أيضا بنى بيت المقدس، وكان بينهما 40 عاما. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الثالث وهو المسجد النبوي، وإن كانت مكانته بعد ذلك أصبحت في الدرجة الثانية، وأصبح المسجد الأقصى في الدرجة الثالثة. إذن هذه البشرية أمرت بأن تبني المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، وربنا عز وجل أضاف هذه المساجد لنفسه سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. فإذا التاريخ ينص على أن هذه المساجد هي بيوت الله بناها، ومن بنى أبو البشر آدم عليه السلام. وهذه المساجد الثلاثة أمر المسلمون جميعا من عهد آدم إلى آخر مسلم في هذه البسيطة وفي هذا الوجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
أمر الله عز وجل عباده أن يحافظوا على هذه المساجد وأن يعظموها وأن يرعوها، كما أن الله عز وجل حذر من التعرض لهذه المساجد بسوء، ووعد وأنزل وعيدا شديدا على من يتعدى على هذه المساجد بسوء. وهذه العلوم أو المعلومات منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سطرها أيضا المؤرخون في كتبهم. فمن الذي يجهل قصة أبرهة الحبشي الذي أراد هدم الكعبة المشرفة؟ أنزل الله عز وجل فيه آيات تتلى إلى قيام الساعة، وسمى سمى بهذه الحادثة سورة في القرآن الكريم، من أجل أن تبقى هذه السورة مهددة ومحذرة ومنذرة لكل من يتعدى على بيوت الله عز وجل. ألم ترى، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هل نسي الطغاة الذين يهدمون المساجد ويتعدون على حدود الله هذه السورة؟ إذا كانوا لا يؤمنون بالقرآن الكريم فليقرأوا التاريخ. لقد أهلك الله عز وجل أبرهة الحبشي في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد هدم الكعبة. الكعبة بلا شك شأنها عظيم ومكانتها عظيمة، كذلك إخواني المسلمين المساجد أيضا شأنها عظيم ومكانتها عظيمة. سنمر على أهمية هذه المساجد مرورا سريعا من باب التذكير. أولا، الله سبحانه وتعالى نسبها إليه تشريفا، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا يسمى يعني نسبة تشريف، أن هذه المساجد شرفها الله عز وجل بأنها أصبحت بيوته وبيته سبحانه وتعالى، فمن يتعدى على المساجد فقد تعدى على بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وأنت لو تعدى أحد على بيتك هل تسكت أم ستحارب؟ بلا شك أنك ستجتهد في دفع هذا المنكر وتحاربه بكل ما أوتيت من قوة. والمساجد ليس لها حافظ إلا الله، وخاصة في هذه الظروف التي يمر بها المسلمون من ضعف وهوان. إذن الذي سيتولى الدفاع عنها هو الله، فالحذر الحذر. ومن الذي يقوى أن يحارب الله؟ ولله جنود السماوات والأرض، من جنوده طير أبابيل، من جنوده الأمطار والرياح، من جنوده الأمراض والأسقام، من جنوده كثير
من أمور نحن لا نعلمها، كما قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيا من تتجرأ على هدم المساجد نقول لك: اتق الله، احذر آليم عقابه. قال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي. الله عز وجل أخزى أبرهة وأهلكه وأهانه بطير صغار جدا، كل طائر يحمل 3 حجارة، حجر في فمه يحمله بمنقاره وحجرين بقدميه، فأرسل الله عز وجل هذه الحجارة الصغيرة أهلكت أبرهة بجيشه العرمرم القوي. أيها الظالم، ولا يغرنك إذا ظلمت في بيوت الله عز وجل مكر الله سبحانه وتعالى، أقصد حلم الله، لا يغرنك حلم الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أخذ بقوة، كما قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. المساجد هي مركز الهداية والعلم والنور. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. انظروا إلى مكانة المساجد في الإسلام، في بيوت أذن الله أن ترفع لا أن تهدم، لا أن تهدم. البيوت بيوت الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى أن ترفع لا أن تهدم. نعم، يجوز هدمها إذا كان المسجد ضيقا من أجل التوسعة. نعم، يجوز هدم المساجد من أجل نقله إلى مكان أوسع، تهدم مسجدا وتبني مسجدا آخر، وتنذر قبل الهدم جماعة المسجد بفترة كبيرة ك6 أشهر مثلا أو عام مثلا، ثم بعد ذلك تنفذ الهدم مقابل أن تعطي مسجدا آخر. لا يجوز هدم المساجد فجأة دون إخبار أو إشعار أو دون أي سبب، أو لا يجوز هدم. لماذا هدم المساجد؟ لماذا هدم المساجد؟ هل المنطلق هو كره للإسلام والمسلمين؟ هذه بيوت الله، ماذا يحدث فيها؟ يحدث فيها إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل والتسبيح والتهليل والدعاء، ما فيها غير هذا. لماذا تهدم هذه المساجد؟ تهدم في فرنسا، وتهدم في الهند، وتهدم في أيضا أوروبا، واليوم نسمع أنها تهدم كذلك في أثيوبيا. ومع الأسف تاريخ الحبشة في هدم المساجد سيء للغاية. هذا أبرهة الحبشي
هو الذي أراد أن يهدم الكعبة فحمى الله عز وجل بيته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الذي يهدم الكعبة من الحبشة، مع الأسف من بلادنا، ذو السويقتين يهدم الحبشة عروة عروة ويأخذ كنزها. معناه هذا جيش يأتي من الحبشة من أجل هدم الكعبة عياذا بالله. وقد استشكل أهل العلم في هذه الحادثة مع قول الله تبارك وتعالى: ومن دخله كان آمنا، فكيف يأتي ذو السويقتين ويهدم الكعبة؟ قالوا أن هذا يكون في آخر الزمان، في وقت ليس فيه أحد يقول الله الله، وليس هناك أحد يدافع عن الكعبة المشرفة. وقيل معنى قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه، وهو أمر من الله للمؤمنين أن يدافعوا عن مقدساتهم قدر المستطاع، قدر المستطاع. هذا معنى ومن دخله كان آمنا. والواحد يحزن حقيقة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. يعني الأمة الإسلامية مأمورة أن لا تغزو الحبشة ما دامت الحبشة لم تغزو المسلمين. وهذا بلا شك ورعاية ووفاء لما قدمه الملك العادل النجاشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استقبل الصحابة، فكان وفاء. وديننا دين سلام، ونحن نلقي هذا الدرس في رسالة سلام. أمن النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة، ولذلك الغزوات لم تذهب إليهم باتجاههم، وإنما كانت باتجاه الآخر. ألا يقدر الأثيوبيون هذه المكانة وهذا الشرف الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوا الحبشة ما ودعوكم؟ لماذا تهدم المساجد ويمنع الحجاب؟ لماذا؟ هي أماكن يذكر فيها اسم الله، وأماكن تعلم القرآن والسنة. ماذا بينكم وبين التعليم؟ ماذا بينكم وبين العبادة لله؟ سبحان الله العظيم. لذلك الذي يتولى الدفاع عن هذه المساجد هو الله، معاشر المسلمين. ويجب على المسلمين أن يتحدوا مع علمائهم ويجمعوا كلمتهم ويدافعوا عن هذه المساجد وفق القانون، يدافعوا عن هذه المساجد وفق القانون. ولا شك أن المجلس الإسلامي في أثيوبيا مجلس فيه علماء حكماء عقال سيقومون بواجبهم تجاه الدفاع عن المساجد. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. انظر، الذي يهدم المساجد هو يهدم أحب البلاد
وأحب المواقع إلى الله. أليس في القلوب خوف من الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ليس هناك خوف من الله؟ كيف لجندي مسلم يأتي ويهدم بيوت الله تبارك وتعالى؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. المساجد هي التي يهرع إليها المسلمون كل يوم 5 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح، أو أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح، متفق عليه. والذي يزعم أنه بهدم المساجد سيؤثر على الإسلام والمسلمين هذا مخطئ. الإسلام إن تركته يمتد، وإن عاديته يشتد. هذه عبارة كنا نسمعها من مشايخنا في المملكة العربية السعودية حفظهم الله، وحفظ المملكة العربية السعودية من كل سوء. الإسلام، وهذه المساجد عنوان له، الإسلام إذا عودي اشتد، ما يهزم الإسلام. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي آية: ولو كره الكافرون. يا من تحارب المساجد لا تستطيع أن تحاربها، سيقوم عليك مليار بل ملياران من البشر. لماذا هدم المساجد؟ لماذا منع الحجاب؟ لماذا هذه الأمور التي أنزلها الله عز وجل؟ الحذر، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحذر. إذا كان ربنا عز وجل يقول في بيت الله الحرام وهو يستحق: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، كذلك المساجد أيضا، من يرد فيها بإلحاد بظلم فإنه معرض لسخط الله وغضبه. والآية واضحة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ومن أظلم، إلى أن قال: أولئك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الخزي هو الإهانة، وهو أيضا العذاب الأليم الذي يوافق: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالمساجد خط أحمر لدى المسلمين، ومن يريد أذية المسلمين يتوجه فورا إلى هدم المساجد. ألا فليتق الله من يهدم المسجد فإنه يعرض نفسه لسخط الله وغضبه. لذلك كان القول الراجح من أهل العلم
أن أداء الصلاة في المساجد واجبة إلا من عذر، فهذه المساجد يتردد فيها المسلمون في اليوم 5 مرات. نعم، يتردد المسلمون فيها في اليوم 5 مرات. وجعل ربنا عز وجل من يتعلق قلبه بهذه المساجد يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بل حث الإسلام على من بنى هذه المساجد أن يبني الله له بيتا في الجنة. فمن يحارب المساجد لا يستطيع أن يتخلص منها. المليارات من المساجد مبنية حول العالم، وكل يوم يبنى لله مسجد حول العالم عبر الحكومات، عبر المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال تبنى المساجد. وقد رأينا أيضا الحكومة التركية تحول متحف آيا صوفيا وتعيده إلى ما كان عليه من قبل مسجدا. العجيب أن بعض الدول نكست أعلامها من أجل هذا الحدث. إذن المساجد رمز للإسلام والمسلمين وفخر لهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهاجم أي قرية ويغير عليها حتى ينتظر الأذان، فإن أذنوا فهم مسلمون فيكف عنهم، وإن لم يؤذنوا هم كفار فيغير عليهم. شوفوا مكانة المساجد في الإسلام. أي دولة ليس فيها مساجد اعلم أنها دولة كافرة، أي مدينة ليست فيها مساجد اعلم أنها مدينة فاجرة. المساجد عنوان الطاعة والاستقامة والنور. ومن يهدم المساجد يندرج تحت قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. مشاهدي الأكارم، نحن لا نملك إلا الدعاء، ولا نملك إلا كلمة الحق أن تقال، ونقول للمسؤولين في الحكومة الأثيوبية: اتقوا الله في المساجد، اتقوا الله واحذروا أليم عقابه حتى لا ينزل عليكم العقاب ويدب بينكم الخلاف وتذهب ريحكم. احذروا بهدم المساجد، واحذروا العداوة مع رب العالمين، فإن هذه البيوت هي بيوت الله، ومن عاداها وهدمها أو سعى في خرابها فقد سمعتم الوعيد الشديد لمن هدم هذه المساجد. ونقول لإخواننا من الشباب والشابات: التفوا حول علمائكم واسمعوا توجيهاتهم، ولا تخرجوا عن توجيهاتهم، وكونوا معهم حيث وجهوكم. هذا هو الحق. خروجكم عن طاعة علمائكم من المجلس الإسلامي فهو خروج عن الحق. نعم، من حقكم أن تضغطوا على المجلس الإسلامي وأن تذكرونهم بالله ليل ونهار حتى يصنعوا أمرا عظيما. وهناك أمر قبل أن أختم هذا اللقاء: دم المسلم أعظم عند الله من هدم المساجد.
دم المسلم يا إخواني أعظم عند الله من هدم المساجد. فقتل الأبرياء في مسألة المساجد أمر منكر عظيم ينذر بعقوبة شديدة، ألا فلتحذر الدول من هذه الظاهرة في قتل الأبرياء. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة: والله إني لأعلم أنك عظيمة وإن أمر المؤمن أعظم عند الله منك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول في هذه الدماء التي تسفك ظلما وعدوانا؟ والله إنه منكر عظيم. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعلون، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم اثأر لدينك وعبادك وإمائك الصالحات يا رب العالمين. كذلك لنا كلمة إن شاء الله حول ما يتعلق بالحجاب. لماذا أيضا يحارب الحجاب؟ أنا أتعجب، أليستم أنتم تقولون حرية شخصية؟ لماذا هذه الحرية الشخصية لا تكون منطبقة على الحجاب؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضاه، وأن يرفع عنا سخطه وغضبه، وأن يوحد المسلمين، وأن يقويهم، وأن يوفقهم لكل خير. وعلى المسلمين في جميع أنحاء العالم أن يقفوا مع إخوانهم في أثيوبيا. حكومات وشعوب يجب عليهم أن يقفوا مع إخوانهم في أثيوبيا. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كل بما يستطيع حسب القدرة الممكنة أن ينصر إخوانه المسلمين في أثيوبيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يظلم فيه المسلم. يجب المسلم أن يكون أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.